راجل عنده مرض اسمه الشك، يعني لو الساعة ضاعت منه يتهم أم سيد الشغالة إنها سرقتها، النضارة مش لاقيها برضه أم سيد سرقتها، ولما يلاقي الحاجات بعد كده ولا كأن في حاجة حصلت. الراجل ده كان بيحوش جنيهات دهب، وفي يوم دور عليهم ما لقاهمش. أول حد جه في دماغه أم سيد، مسكها وقال لها هات الدهب. هي تبكي وتقول والنبي ما خدتش حاجة. جاب قريبه اللي شغال عقيد، بهدل الست وحبسها يوم كامل في القسم، وفي الآخر طردوها هي وجوزها البواب بفضيحة. عدت سنين، وفي يوم الراجل ده كان عند أمه وفتح درج مكتب قديم، لقى الجنيهات الدهب محطوطين جوه الدرج. افتكر إنه كان شايلهم هنا وكان نسيهم. وقف مذهول، قال لنفسه أنا ظلمت الست أم سيد. وراح لصاحبه وقال له أنا بموت من الندم، أعمل إيه؟ صاحبه قال له روح لها واعتذر لها واديها نص الدهب. وفعلا راح يدور عليها لحد ما لقاها قاعدة في بيت جميل بجنينة صغيرة. قابلها وقال لها أنا جاي أعتذر لك وأبوس راس جوزك، واللي يرضيكي هعمله، ونص الدهب ليكي. الست ابتسمت وقالت له أنا مش عايزة حاجة، هاخد الفاكهة اللي جبتها وخلاص. وقعدت حكت له إحنا لما سيبنا العمارة ورجعنا البلد جوزي جاله عقد عمل في الخليج، ورجع عمل مزرعة فراخ وكبرت وبقت مزرعتين وتلاتة، واشترينا أرض وبنينا عمارتين، والحمد لله الحالة مستورة، وأنا كنت عارفة إنك هتيجي النهاردة. الراجل بص لها بذهول وقال عرفت منين؟ الست ابتسمت وقالت له امبارح حلمت بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جالي وقال لي هيجيلك يعتذر لك، اقبلي اعتذاره وما تقبليش العوض علشان ربنا هو اللي عوضك. الراجل ساعتها انهار من البكا واتعلم إن الشك مش بس بيهدم البيوت، ده ممكن يدمر أرواح بريئة.